تعرف اصلا المشكله الازليه في اي علاقه ان الطرفين ما بيبقوش فاهمين بعض. يعني لما تتخانقوا انت وهي اكنك انت عمال تتكلم بالياباني وهي عماله ترطم بالايطالي ومفيش حد فاهم حاجه. طيب نحل بقى المشكله دي ازاي؟ المشكله بمنتهى البساطه ان الاثنين يفهموا بعض، ان البنت تفهم الولد بيشتغل ازاي وان الولد يفهم البنت هي بتشتغل ازاي. وده اللي انا جاي اعمله في الفيديو. على فكره في الفيديو دوت في معلومات كتير قوي انا عمال اجمعها، ما اعرفش بقالي كام اسبوع. فالفيديو ده هيبقى طويل شويه بس صدقني الموضوع هيبقى دسم قوي، لان تقريبا هجمع كل الفروقات، مش هسيب حاجه حرفيا، حتى الحاجات الحساسه، واللي يزعل يزعل. فنبدا كده بسم الله الرحمن الرحيم. ان البنت قيمه بحد ذاتها، الراجل يا عيني بيبني قيمته من الصفر. احنا رجاله غلابه والله، دايما تعبانين. معناه ايه الكلام دوت؟ يعني ايه البنت قيمه بحد ذاتها؟ يعني من الاخر كده البنت بتتولد وقيمتها معاها، بتنزل بالتيكت بتاعها، مش محتاجه اصلا تزود عليها حاجه. يعني هي من البنت كده من غير لا تعليم ولا فلوس ولا شغل ولا اي حاجه، هي عندها قيمه ومرغوبه من عند الرجاله. اتجوزيني ارجوك اتجوزيني. بس يا بنت انت ما صدقت ولا ايه؟ انت بتقولي اصلا اي حاجه زياده هتعملها سواء الفلوس او الشهاده او انها تبقى مثقفه، كل دوت مجرد بونص، شويه انجازات جانبيه. كل ده بيفضل يعلي قيمتها ويديها قيمه على القيمه بتاعتها اصلا. والدليل على ده ايه؟ اللي انت لما تتجوز انت بتصرف على مراتك. ده معناه ايه؟ ان مراتك اصلا اغلى من الفلوس. وانت مثلا لما تجيب لها خاتم، ده معناه ايه؟ ان البنت دي اغلى بكتير من قيمه الخاتم اللي انت جبتها لها. ولما تجيب لها عقد الماس، ده معناه ان برضو البنت اغلى بكتير من عقد الالماس دوت. جبت لها شوكولاته، هي احسن من الشوكولاته والله ما بعاكس. احنا بقى الرجاله يعني حياتنا صعبه حبتين 3 4 مليون كده، اللي احنا اصلا لما نتولد قيمتنا بتبقى صفر. يعني مفيش حاجه اسمها الراجل قيمه بحد ذاته، مفيش حاجه اسمها كده. الراجل محتاج يبني قيمته من الصفر. يعني انت كل ما تشتغل على نفسك، تروح الجيم، تتعلم حاجات جديده، تطور من طريقه تفكيرك، تطور من شخصيتك، كل ده بيفضل يعلي في قيمتك في السوق. يعني من الاخر كده هديك مثال، انت اختك لما تتولدوا اختك قيمتها اعلى منك بكتير قوي، انا خليها تتنطط عليك اكتر ما هي شايفه نفسها عليك اصلا. وانت بقى كل ما تكبر وعمال تطور من نفسك قيمتك هتتعداها. يعني البنت لما تتولد قيمتها بتبقى هنا وانت بتبقى هنا، انت تفضل تطور 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 لحد ما تبقى اعلى منها علشان تنجذب ليه، لان البنت بتنجذب للي اعلى منها. الا بقى لو هي فضلت تشتغل على نفسها زيك. جود لك. نيجي بقى في موضوع العلاقه. الراجل جاهز في اي وقت والست محتاجه مقدمات. يعني الست محتاجه انك عشان تبدا العلاقه معاها لازم تقول لها كلمه حلوه، لازم تلعبها، لازم تريحها نفسيا الاول. هي محتاجه مقدمات. انما الراجل جاهز في اي وقت، 24 ساعه في اليوم، 7 ايام في الاسبوع، 365 يوم في السنه. والراجل اللي يعترض يبقى يشوف له دكتور كويس في الكومنتات. طبعا انا اقصد هنا جاهز نفسيا. يعني انت مثلا لو واقف في الشارع، لو بنت جت لمستك، ما اعرفش هي هتلمسك ليه، يمكن هزار او مقلب او ايا يكن، انت ممكن تتضايق شويه بس مش هتتعب نفسيا يعني. لكن انت لو عملت كده مع بنت، الموضوع دوت هيوجعها نفسيا جدا وهيبقى تحرش. ما تعملش كده، لان هي محتاجه مقدمات. الراجل لما يكون مضغوط نفسيا ممكن يفك الضغطه ديت بالعلاقه الحميميه مع مراته طبعا. يعني لما يكون جاي من الشغل تعبان او عايز يفك دماغه شويه او مش قادر يركز، ممكن عن طريق العلاقه. الموضوع دوت بيفيد الرجاله قوي، يعني بيفسد دماغه. الرجاله متجوزه طبعا، لو انت مش متجوز يبقى اقعد كل في نفسك بقى. انما البنت العكس، البنت لازم اولا تبقى مرتاحه نفسيا علشان تفكر في الحاجات دي. مفيش حاجه اسمها بنتي ده تعبانه نفسيا فيلا عشان نفك الضغط. لا، هي محتاجه اصلا تبقى مرتاحه نفسيا عشان تفكر في الحاجات دي. وعلى فكره البنت لو طول اليوم تعبانه ومرهقه نفسيا وجسديا مش هتفكر في الحاجات دي، لان البنت مش زيك. فكل ما ترتاح كل ما الخواطر دي تبدا تجيلها. وده يقلنا للنقطه الثانيه، ان الراجل ربنا خلقه عشان يتعب والبنت ربنا خلقها عشان ترتاح. الراجل كل ما ارتاح تعب، والبنت العكس، لان دي طبيعتنا كرجاله. لكن البنت لا، البنت ربنا خلقها عشان ترتاح. ربنا مش عايزها تتعب خالص في الدنيا، مش عايزها تشتغل وتعمل الحاجات دي. والدليل على ده ايه؟ لما ربنا خلق سيدنا ادم ومن حواء من الجنه، قال لا يخرجنكما من الجنه فتشقى. ما قالش فتشقايا، قال فتشقى. لا، انت مالكيش دعوه ومن حواء مالهاش دعوه. انت يا سيدنا ادم اللي هتشتغل عشانها. ربنا خالق الست عشان ترتاح والراجل عشان يتعب. احنا حمالين مقاسي والله. مفتاح الراجل عينيه، مفتاح البنت ودنها. يعني الراجل بيتحرك بعينيه، لما يشوف بنت حلوه ماشيه في الشارع ده يحركه. انما بقى البنت اصعب شويه، وده مخلي البنات حياتها سهله في الموضوع ده بالذات، لان انت مش عارف ربنا مخلي حياه البنات في كل حاجه، كشهوه كدين كشغل اي حاجه. انا افهمك ليه. فلازم الراجل يجي يقول لها كلمه حلوه الاول
عشان مشاعرها تتحرك. يعني من الاخر كده الراجل بيحب يشوف الجمال والبنت بتحب ان الراجل يقول لها انت جميله. الراجل لما يتفرج على افلام الاباحيه بيتفرج علشان يشوف العلاقه نفسها او البنت نفسها. لكن احب اقول لك بقى ان معظم البنات مش كلهم مش بيتفرجوا على افلام الاباحيه بسبب الشهوه، بيتفرجوا بسبب الرومانسيه. هي لما تشوف الراجل بيبوس واحده بتتخيل انها مكانها، عايزه تحس انها محبوبه، عايزه تحس انها مرغوبه، فهو بسبب الرومانسيه. لان اصلا الافلام الاباحيه مش سكه البنات قوي، مش بتيجي على مزاجهم، ممكن يقرفوا منها لان البنت اصلا مش بعينيها. حتى يعني هتعمل ايه؟ حتى يعني لو شغلت الفيلم جابت راجل وسيم وطويل وبعضلات هتشوف ايه؟ مش بعينيها اساسا، هتعمل ايه؟ فهي اصلا يعني دوت مش من ضمن ان البنت عايزاه. البنت عايزه الحب والاهتمام وانها تحس بالامان مع الراجل. هتجيب الحاجات دي منين؟ من الافلام الاباحيه. لكن الراجل لا، الراجل اولا بينجذب بعينيه والحاجات دي عنده درجه اولى. فلما يتفرج على فيلم اباحي هو اصلا خد جزء من اللي هو عايزه. هو ماسك التليفون دلوقتي شايف واحده عريانه دلوقتي، فهو خد اللي هو عايزه. زي ما قلنا ان البنت اصلا هي قيمه بحد ذاتها. يعني انت عمرك شفت مثلا راجل لما يفتح فيلم بيقول انا عايز اشوف تعليمها عامل ازاي او شخصيتها عامل ازاي؟ لا، هي اصلا قيمه، هي اصلا اغلى من الفلوس. فلما يشوف هو شافها خلاص وخد اللي هو عايزه. فطول ما هو شايف او بيتفرج هو دلوقتي مستمتع بالعلاقه نفسها. هو شايف واحده عريانه، يعني زي ما تقول كده هو عنده مخرج شويه. بس كده معظم الرجاله تلاقي انها ما عندهاش ماضي، عمرها ما دخلت في علاقه قبل كده. والبنات اللي عندها ماضي اكتر بكتير من الرجاله اللي عندها ماضي. ده لعده اسباب. لان البنت اصلا مرغوبه بحد ذاتها، فالرجاله هما بيجي يكلموها بيحاولوا معاها لحد اما راجل واثنين وثلاثه، فممكن تقع عند راجل 20 ولا حاجه، فهي عايزه الحب. لكن الراجل مفيش بنت بتجيله، لازم هو اللي يحاول. طب ليه دايما البنات اللي عندها ماضي ديت حتى كان شكلها محترم ممكن كان يبقى في علاقه قبل كده؟ ليه؟ زي ما قلت الرجاله هما اللي بيجوا لها، وزي ما قلت الراجل عنده مخرج لكن البنت ما عندهاش. انت المخرج بتاعك ايه؟ للاسف الافلام الاباحيه، وطبعا هي حرام وما بتشبعش وبتزود الاكتئاب، فهتخليك تنط نطه الثقه. بس على الاقل انت عملت حققت الحاجه اللي عينيك عايزاها. لكن البنت ما عندهاش كده، البنت عايزه الحب والاهتمام وحد يقول لها كلمه حلوه. هتجيب ده منين بقى؟ من التليفون. برافو عليك. فلما راجل يجي يكلمها في الشارع بتضعف وتقع معاه، لان هي اصلا ما عندهاش مخرج غير ده، العلاقات الحقيقيه. مش قطن شكرا. لو معظم الرجاله اكتفوا بالافلام الاباحيه البنات هي اللي هتتضرر. ده غير اللي هيجي في الذكاء الاصطناعي كمان، ان البنت بتدور على الحب والاهتمام. البنت بتعرف تركز على كذا حاجه في نفس الوقت، الراجل لا، بيركز على حاجه واحده بس، زي انه يحل مشاكله او يركز على شغله بس، او انه زي يشيل البيت دوت ويصرف عليه. لكن البنت لا، البنت ممكن تربي العيال وتنظف وفي نفس الوقت تشوف مشاكلك وتسمعك. البنت ممكن تعمل حاجات كتير قوي، يعني عادي ممكن تتكلم في التليفون وهي بتطبخ مثلا. نيجي بقى لموضوع العين ده بالذات. في موضوع العين البنت بتعرف انها تشوف الوان اكتر منك بكتير كراجل. الراجل لما يبص على حاجه بيبص عليها وبيقيم المنظر ككل، لكن البنت لا، البنت لما تبص على حاجه بتهتم بالتفاصيل وبتشوف تفاصيل اصلا الراجل عمره ما هيقدر يشوفها. يعني عشان تشوف التفاصيل حاجات او تشوف تفاصيل الالوان دي، هي بتبدا تختار لك اسامي الوان كده ما بعرفش بتجيبها منين. لازم من الاول تاخد عينيها دي، لازم تشيل عينك وتاخد عينيها وتشوف هي شايفه ايه. ده الحل الوحيد. يعني انت مثلا لو انت ملخبط في هدومك شويه، اصحابك ممكن ما يلاحظوش قوي لان هم هيشوفوا المنظر ككل كده خلاص. لكن البنت لا، البنت هتشوف عيوب كتيره في منظرها لان عينيها بتقول تفاصيل صغيره كده. هو ربنا خلقهم كده. عشان كده مثلا ممكن تلاقي راجل بالنسبه لاصحابه هو شكله عادي جدا، شكله لا جذاب ولا اي حاجه، بس بالنسبه للبنات شكله جذاب جدا، والبنات لما تشوفه تبدا تتنح في وشه كده لان هم شايفين حاجه اصحابه مش شايفينها، لان الراجل بيشوف المنظر ككل كده. لكن البنت لا، بتشوف التفاصيل تفصيله. عشان كده كمان البنت لما تشوف واحده حلوه بتنبهر بيها كده وبتبرق او بتفضل تبص على الصوره، هي شايفه حاجات انت مش شايف التفاصيل. المراه تنجذب للقوه والراجل ينجذب للجمال. يعني الراجل بتحب الراجل القوي المتماسك اللي عنده مسؤوليه، ده اللي بتجذبه ليه، او ان يكون سند ليها، او انها هي جنبه تحس جنبه بالامان. يعني من الاخر كده البنت عايزه راجل، لكن الراجل بينجذب للجمال. ولازم تعرف كمان ان الجمال يوازي القوه عند النساء. عشان كده حضرتك لما تتجوز ما تحكيش مشاكلك لمراتك، بطل تشارك الحاجات دي وتقول بقى لها حياه مشتركه والهبل ده، هتطلب منك الطلاق. صدقني لازم تبقى قوي ومتماسك، وللاسف تكتم جواك او تحكي لاصحابك في القهوه بقى. وانت الرجل عقلاني، المراه عاطفيه. الراجل غالبا بيفكر بعقله وبيوزن الامور، الست لا، الست غالبا بتفكر بقلبها وبعاطفتها، والعاطفه دايما بتغلب العقل عندها. ودي حاجه ما تعبهاش، دي حاجه حلوه، لان الراجل عايز انثى قدامه، عايز واحده بتدلع عليه، مش عايز يتجوز راجل. هو هيتجوز راجل ليه؟ ايه القرف ده؟ فدي حاجه حلوه. عشان كده ممكن مثلا تلاقي البنت اللي في قلبها على لسانها على طول. هديك مثال على العاطفه دي. انت مثلا كراجل لو واحده وانت بتتكلم معاها وتعودتوا على بعض يعني عجبتك، هتقدر تمسك نفسك انك ما تلمسهاش، مش هتعوز اصلا ان انت تلمسها، لان انت راجل بتعرف تتحكم في مشاعرك.
مشاعرك. لكن البنت لما ترتاح لك وانت بتتكلموا مع بعض، لو عايزه تلمسك مش هتقدر تمسك نفسها، هتلمسك تبدا بقى هي بتضحك تعمل لك كده وكده 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 وكده. انت عارف الحركات دي لان ده اصلا دي طبيعتها، ما بتعرفش تتمالك نفسها لانها عاطفيه. لكن انت عقلاني، انت لما ترتاح لواحده مش تبدا تلمسها وتعمل الحاجات الغريبه دي. عارف انت حاجات لما بتضحك بجد يا محمود، بجد والله 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 ايه يا ست المتحرشه. البنت يكفيها راجل واحد لو هو مريحها نفسيا وعاجبها شكلا وشايفاه راجل. المراه يكفيها رجل والرجل لا يكفيه 1000 امراه. يعني ايه الكلام دوت؟ قبل ما تشتم في الكومنتات، يعني بمنتهى البساطه انت لو اتجوزت واحد شكله عاجبك وشخصيته عاجباكي وشايفاه راجل في عينيكي، فانت زي ما تقول كده هتفكسي 90% من الرجاله اللي هتشوفوهم بعد كده، حتى لو هو احسن منه واحلى منه، لان دي طبيعه المراه انها تبقى مع راجل واحد بس. يعني بمنتهى البساطه كده الست لما تكون راجل يبقى حصل حاجتين، يا اما الراجل ده خاب او البت دي شمال عشان ما افضلش غلط الرجاله كتير. يعني خاب يعني الحاجات اللي هي كانت منجذبه ليه في الاول انت غيرتها او بطلت تعملها، لو انت كنت في الجيم وعندك عضلات رجعت رفيع تاني، او بيت تخين، او انت شكلك كان كويس دايما قدامها، ولما اتجوزته شكلك ببهدل وقد بالفانيلا الحمالات والبوكسر والبطيخ نازل ايه يا يابا. فالست لو انت عاجبها ما تقلقش هتفلس 90% من الرجاله مش هتشوف غير. لكن بقى الراجل مش كده. الراجل لو جوز واحده عجباه وبيحبها وهي بتحبه وبتسمع كلامه وكل حاجه، فلو هو بتاع بنات هيخونك برضه، لكن مش هيخونك عشان هو زهق منك او هو بيكرهك، لا هو زي ما تقول كده هي تفاصيل. يعني عايز يجرب من كل طبق معلقه. يعني انت مثلا حلوه بس بيضه، هو بقى عايز مزاجه كده عايز واحده حلوه بس سمراء، انت سمراء بس طويله وحلوه، هو عايز واحده سمراء وقصيره بس حلوه، هو كده انت شعرك كيرلي، انا عايز اجرب بقى البنت شعرها ناعم دي، معلش زي ما تقول كده تفاصيل. احنا الرجاله عينينا عايزه يتدب فيها رصاصه. فانا هنا بقول للرجاله يا حبيبي لما تتجوز واحده هي عجباك كفايه كده كفايه، ليه صدقني مش هتشبع نهائي، مفيش راجل بيشبع من البنات. طيب هو ليه بيحصل كده؟ لان بمنتهى البساطه هو البنات اشكال والوان، في الطويله في القصيره في التخينه في الرفيعه في السمراء في البيضه في الكيرلي في شعرها ناعم، في حاجات كتير قوي، لان زي ما اتفقنا ان الراجل بعينيه، فالبنات بالنسبه لنا اشكال والوان، اشكال والوان كتير قوي. فانا لما متجوز واحده عجباني وبرده ما بطلتش، لو انا بتاع بنات يعني مش هيبطل وهيخونك برده، لان انت اللي مش عارفاه يا عزيزات الانثى ان انجلينا جولييت اتخانت، ايوه جوزها خانها انجلينا جولييت، مش معنى ان هي وحشه او زهق منها، لا هو بس هي دي انجلينا جولييت بس الثانيه بس ممكن تكون اقصر شويه سمرة شويه شخصيتها جديده. هو الرجاله كده بتحب اللي هي تنوع، وده بقى ينقلنا للخطوه الثانيه. لو انا سالتك سؤال للرجاله، هو البنت بتخون جوزها ليه؟ طبعا عشان احنا الرجاله كائنات بسيطه قوي، ممكن تجاوب وتقول تخون عشان العلاقه الحميميه، اقول لك انت غلطان، احنا الرجاله غلابه والله. البنت لما تخون الراجل بتخون عشان الراجل نفسه، الراجل لما يخون مراته بيخون عشان العلاقه الحميميه. يعني من الاخر كده الراجل لما يخون مراته بيخون عشان الشهوه، هو راجل كده نسوانجي وفلته منه خالص، طفس راجل طفس. لكن البنت مش كده، البنت لما تخون جوزها يبقى الراجل الاولاني دوت انتهى بالنسبه لها، والراجل اللي هي خانته معاه بقت تحبه اكتر من جوزها، ما بقتش شايفه جوزها راجل اساسا، والراجل اللي هي راحت نامت معاه هي ده شايفاه الراجل الجديد بتاعها. طبعا انا مش ببرر الخيانه، طب يحصل نتيجه ان الرجاله جاذبيتها بتقل قدام مراتاتها، طبعا ده مش هيحصل للرجاله اللي هنا، انت مراتك هتفضل تحبك طول العمر. ان السبب في فشل العلاقات ان البنت بتعامل الراجل على اساس ايه اللي يبسطها كأنثى، والراجل بيعامل الانثى على اساس اللي يبسطه كراجل. يعني شفت مثلا الرجاله اللي بتموتني ضحك ديت وبتبعت صورها عريانه للبنات، هو حاطط في دماغه اللي لو ان عشان انا بنجذب بعينيا ان لو واحده بعتت لي صورها وهي عريانه شهوتي هتصار، يبقى بالمنطق انا لو بعت لها صورتي وانا عريان هي كمان هتصار، مش محتاجه حاجه يعني. لان برضه الموضوع ده غلط برضه، لان الراجل هو اللي بعينيه والبنت بودنها يا مغفل، هو عشان هو فاكر عشان هو بيجي كده يبقى البنات كده، هو بيحط تفكيره كراجل في البنات. او مثلا البنات اللي بتلبس لبس مكشوف قوي 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 وتتضايق لما الرجاله يبصوا عليها، هي في عقلها لان هي مش بعينيها بتقول انا طول ما انا ماشيه ما بحسش يعني بالاستثاره الهايله دي، فاكيد برضو الرجاله مش كده يعني، فلما الرجاله يبص عليها بتتضايق قوي، هي مش عارفه التاثير ده على الرجاله ايه، لا التاثير عالي وعالي قوي كمان، لان الراجل بعينيه كل واحد بيعامل التاني على حسب الحاجه اللي هو بيحبها او الحاجه اللي هو بينجذب ليها، فاللي بيحصل الموضوع بيبوظ من الاثنين. الراجل عارف هو عايز ايه، البنت لازم تشوف الحاجه الاول علشان تعرف هي عايزه ايه. يعني
يعني لو سالت واحد هي ايه فتاة احلامك هيقول لك 1 2 3 4 5 6 7 8 هيقولها هيعرف يقول. لكن البنت لو سالتها ايه هو راجل احلامك او فارس احلامك ايه، ممكن تقول لك مش عارفه، او تفضل تفكر كتير كده وتقول لك حاجات خزعبليه كده، او ممكن تقول لك صفات ولما يجي راجل بصفات تانية تنجذب ليه وتتجوزه على طول. انت هتجننينا يا وليه، ما تستغربش من الكلام دوت. هي البنات كده، هي مش عارفه هي عايزه ايه، لازم تشوف الحاجه الاول، تشوف الراجل الاول اللي هي عايزاه عشان تعرف اللي ده الراجل بتاعي. لازم تشوف الحاجه الاول. البنت هي اللي بتختار الراجل مش العكس. يعني في الحقيقه انت لما تروح تكلم بنت في الواقع هي اللي سمحت لك انها تكلمك، مش انت اللي خليتها تكلمك، لان البنت هي اللي بتختار الراجل. خلي بالك مش في الانسان بس، في الحيوان وفي الطير وفي الاسماك، كل حاجه. دايما الانثى هي اللي بتختار الراجل بيجي قدامها يكلمها او ايا يكن هو بيعمل ايه، بعد كده هي بتختار. ما فيش راجل بيختار بنت، البنت هي اللي بتختار الراجل. يعني لما تكلمها هي سمحت لك انها تكلمك. الراجل بيستخدم اللمس للوصول للعاطفه. يعني الراجل عشان يحس بالعاطفه او بالحب محتاج انه يلمس مراته، انه يحضنها، انه يبوسها. الراجل بيعبر عن الحب باللمس. البنت العكس، لما تحب الراجل وترتاح له هي بتحب انه يلمسها عشان تحس بالحب والعاطفه دي. الراجل بيستمتع بالعلاقه نفسها، لكن البنت تستمتع بالعلاقه على حسب الراجل ده مين. هل الراجل اللي معاه دوت انا بحبه؟ هل انا مرتاحه له؟ هل انا شايفاه الراجل بتاعي؟ البنت محتاجه في العلاقه الحميميه المتعه النفسيه اكتر من الجسديه. ممكن على فكره البنات ما تهتمش بالمتعه الجسديه قوي وتهتم بالمتعه النفسيه، لكن الراجل لا، يهمه قوي، يهمه اولا المتعه الجسديه، بعد كده المتعه النفسيه. يعني الراجل وهو معاكي اولا هو مبسوط علشان انت معاه، انت كأنثى معاه، هو مبسوط هو مع أنثى دلوقتي. ثانيا لان هو بيحبك، لان هو مرتاح معاكي. انت بقى العكس، انت اولا مستمتعه لان الراجل ده هو اللي معاكي، الراجل اللي بيحبك ده وعايزك وبيحسسك ان انت مرغوبه لما يلمسك، وبعد كده تستمتعي بالعلاقه الجسديه او العلاقه الجسديه نفسها. الراجل بقى العكس. قلات الادب اهو. احنا نيجي بقى لمصطلح اسمه التزاوج العكسي. يعني ايه التزاوج العكسي؟ ايه المصطلحات العبيطه اللي انت بتقولها دي؟ التزاوج العكسي معناه الراجل كل ما نجح اكتر مجتمعيا وشكليا وماديا، كل ما عدد البنات اللي ممكن يدخل معاهم في علاقه بقوا كتير قوي. كل ما بقى انجح واحسن في حاجه كل ما كتروا. شهادتك العاليه، وظيفتك العاليه، ايا يكن، فلوسك، كل ما الحاجات دي تعلى عندك كل ما عدد البنات عندك يعني. البنت بقى مش كده خالص. البنت كل ما الحاجات دي عندها عليت او كل ما بقت ناجحه اكتر كل ما عدد الرجاله بالنسبه لها قل. هتقول لي ليه؟ ازاي يعني؟ هقول لك يا حبيبي لان البنت مش بتنجذب للراجل الا لما يكون هو اعلى منها، حتى لو هي اعلى منه اجتماعيا وماديا يبقى على الاقل اعلى منها في حاجات تانية، يعوض في حاجات تانية، يبقى شكله حلو، يبقى جسمه حلو، ايا يكن. فده اسمه التزاوج العكسي. يعني تخيل كده واحده مثلا جميله قوي ومثلا شغاله مهندسه او دكتوره، عادي الرجاله ممكن ترتبط بيهم قل بشكل كبير. حتى الدكاتره اللي زيها ممكن تقول مثلا لا انا عايز اتجوز واحد شكله معين، وهو اصلا كل لما البنت عليت اجتماعيا وماديا وشكلها بقى احلى، الرجاله اللي يجرؤوا اللي يجوا يطلبوا منها او يتكلموا معاها ويفتحوا معاها مواضيع بقوا قليلين جدا، لان الرجاله اصلا بتخاف او بتتوتر من البنات دي بسبب قله الثقه بالنفس. فانت عشان تاخد واحده من دول لازم تبقى ثقتك بنفسك عاليه جدا وما تحسسهاش انها اعلى منك. والبنت برده كل ما جسمها بقى احلى كل ما عدد الرجاله اللي ممكن ترتبط بيهم قل. الراجل كل ما جسمه بقى احلى كل ما عدد البنات اللي ممكن يرتبط بيهم بقى اعلى. بمناسبه الجسم، تعرف ان جسم الراجل احلى بكتير من جسم الست؟ تقول لي ازاي بقى؟ طبعا بقى نسويات دلوقتي هيكلموا في التعليقات. انا هفهمك. الطبيعي لما تتولدوا انت الاثنين من غير ما نروح الجيم ولا اي حاجه، الطبيعي او المتعارف عليه حاليا ان البنت جسمها احلى منك بكتير، مفيش اي مقارنه، لانها بنت جسمها اصلا عنده قيمه بحد ذاته، مش محتاجه تروح الجيم هي عشان جسمها يبقى مثير، هو جسم مثير لوحده. لكن انت جسمك مش هيبقى مثير غير لما تروح للجيم، مش هيبقى مثير بالنسبه لها غير لما تروح للجيم. ما اقصدش يعني مش هيبقى مثير نهائي لما رحتش الجيم، قصدي لا اصلا هيبقى مثير اكتر يعني. فاللي انت مش عارفه ان انت لما تروح الجيم ويطلع لك البنزات والسكس باكس ودراعك يبقى متقسم ورقبتك فيها عضلات متقسمه وبتاع، انت كده جسمك بقى احلى بكتير من الست. ليه بقى ربنا خلق الموضوع ده كده؟ لان ربنا خالق البنت ما تنجذبش غير للراجل اللي اعلى منها. فانت لما تكون عندك عضلات فانت جسمك بقى احلى منها بكتير، حتى لو هي جسمها موديل وصرفت عليه فلوس كتير وعمليات وبتاع. انت بالجيم وباكل كويس جسمك مفيش مقارنه بيها، انت جسمك احلى منها بكتير. وانت ما لاحظتش دايما ان في عالم الحيوان ان الراجل بيبقى احلى بكتير من الست؟ انت ما لاحظتش كده؟ شوف كده الاسد عامل ازاي، شوف الطاووس عامل ازاي، الوانه جميله، وشوف انثى الطاووس عامله ازاي، مفيش مقارنه اساسا. وربنا عمل كده لان المراه بتنجذب للراجل اللي اعلى منها، مش مهم اجتماعيا او ماديا، اعلى منها في حاجات معينه او يعوض في حاجات تانية. فطبيعيا كده انت جسمك احلى من الست
بكتير، لان انت جسمك عباره عن تحفه فنيه، بس لازم طبعا يكون جسمك من غير دهون. فروح نشرب بقى. الست بتحب تصرف الفلوس والراجل بيحب يعمل الفلوس. يعني شهوه الراجل في انه يعمل فلوس مش انه يصرفها قوي، لان الراجل ربنا خلقه عشان يشتغل، فكل ما يعمل فلوس اكتر كل ما ثقته في نفسه عليت اكتر، كل ما ارتاح اكتر، كل ما رضى غروره اكتر. لكن الست لا، الست بتحب تصرف الفلوس مش بتحب تعمل فلوس، ده ضد فطرتها. الست بتحب تاخد الفلوس دي من الراجل او تاخد الفلوس ايا يكن هجيبتها منين، بتحب تصرف بس براحتها. عشان كده الراجل كان بيشتكي بيقول كل ما ادي مراتي فلوس تصرفها كلها ايا يكن، اديها 20000 دولار تصرف 20000 دولار، اديها 30000 تصرف 30000، اديها 70000 تصرف 70000، لان دوت اصلا طبيعه المراه انها بتحب تصرف الفلوس مش بتحب انها تجيب فلوس. والراجل بيستمتع لما يدي الفلوس للست ويشوفها بتشتري حاجات لنفسها، هو بيحب كده. الراجل يميل للمخاطره، المرأة تميل للأمان. معناه إيه؟ عشان كده لو سألتك سؤال، هو ليه اللي حاكمين العالم رجالة؟ ليه مش حاكمين العالم ستات مثلا؟ هتقول لي والله ما أعرفش، قول لنا. هقول لك لأن الست بتميل للأمان، الراجل هو اللي بيميل للمخاطرة. شفت إيلون ماسك أصلا فلس قد إيه؟ عمل لك تسلا وكانت هتفشل، وسبيس إكس، وعمل لك بيبال، كل المشاريع دي كانت هتفشل. أنت عندك مثلا لو أنا متذكر مشروع سبيس إكس لو كان فشل، لو فضل يحاول فيه كذا مرة، لو كان فشل إيلون ماسك كان هيفلس، كسب معاه فلوس. بس هو الراجل بطبيعته انه بيحب يخاطر، لحد ما عمل سبيس اكس وبيبال وتسلا بقى ملياردير وبقى من الناس اللي حاكمين العالم دلوقتي. لكن البنت مستحيل انها تعمل كده، البنت بتميل للامان. يعني مثلا هي لما يكون معاها فلوس كتيره ملايين مثلا، مش هتفكر مثلا انها تعملها في الفضاء، تعمل فكره زي بيبال، او تعمل برنامج بالذكاء الاصطناعي، او تخترع مثلا دواء جديد للبشريه. مش هتفكر في كده نهائي، هتفكر في الامان. هتفكر مثلا في انها تفتح مطعم، تفتح محل هدوم، بيوتي سنتر. الامان. البنت مش بتحب تخاطر، عشان كده الرجاله هم اللي حاكمين العالم والبنات لا، لان الراجل ممكن يخاطر بفلوسه. عشان كده اصلا لما حد يجي يضايقك او حرامي يجي يتحرش بيك او ايا يكن، يعني الراجل ممكن يضحي بنفسه عشانك. لكن البنت لا، بتميل للامان. البنت ممكن تسيبك تجري اساسا، لو عملت كده ما تلومهاش، ما هي بنت هتعمل لك ايه يعني. لكن انت لو تقف تضحي بنفسك عشانها وتقف تقاتل. حتى كان في فيديو قبل كده سالوا مراتات الرجاله هل ممكن تضحي عشان جوزك؟ يعني لو اخترتوا لحد فيكم ينتهي من الحياه دي، تختاري انت ولا هو؟ في حال اجاك ملك الموت واختار تموتي انت او شريك حياتك اللي هو زوجك، مين بتختاري؟ هو بيموت. زوجي. الله معه. لا زوجي او شريك حياتي اكيد مو انا. يموت هو وانا مالي. هو الزلمه هو يموت، انا ايش دخلني؟ اختار. انا بموت، وليه تعيش حياتك؟ انا طبعا، انا عندي اياه بتسوى حياتي 100 مره. بموت انا طبعا ببديها بحياتي. شوف احنا بنحبكم ازاي يا ستات يا واطيه. الراجل غالبا قليل الكلام، المراه كثيره الكلام، لان الست ما بتعرفش تمسك نفسها زي الراجل او تكون كتومه. المراه عاطفيه، لما تكون في حاجه في نفسها بتفضل برر مش هتبطل. لكن الراجل لا، الراجل ممكن تلاقيه هو قاعد كده ساكت وانت عمال تتكلمي وهو بيسمعك، وغالبا هو بيفكر ازاي يحل مشاكل، وجزء من تفكيره رايح للكلام اللي انت بتقوليه. دي طبيعه الراجل، سيب الراجل في حاله. الكلمه اللي انا هقولها دلوقتي ديت او المعلومه دي ممكن تصدم ناس كتير. قوه الراجل الحقيقيه وشبابه بتبدا من ال30، قوه البنت الحقيقيه وشبابها بتبدا من ال20. يعني ايه الكلام ده؟ يعني فكره بقى ان انت خلاص بقيت 30 وهتعجز وبتودع، الكلام ده غلط. انت لو راجل ودخلت على ال30 فانت اصلا لسه بتقول يا هادي كمان. انت دلوقتي ما دخلت في مرحله الشباب الحقيقيه، لان انت في مرحله ال30 انت عمال تجني الثمار التعب اللي انت تعبته في العشرينات. انت بقى عندك وظيفه، بقيت مستقر ماديا، بقى عندك ثقافه كويسه، جسمك بقى احلى، حتى في رجاله كل ما تكبر بتبقى احلى فوشك هيتظبط. فالرجاله في ال30 في الحقيقه هي بتجيب اجمل النساء. البنات ما بتنجذبش للرجاله اللي عندها 20 سنه، لان الرجاله دي غالبا ما بيبقاش عندها حاجه الا لو شكلها حلو طبعا او شخصيتها كويسه. لكن الستات بتجذب للرجاله اللي في الثلاثينات، لان هم دول اللي بنوا نفسهم خلاص، يبقى عندهم كارير، يبقى عندهم كيان، حتى لو موظف مش لازم يكون مليونير، بقى واقف على ارض صلبه يعني. فانت في ال30 انت بتبدا مرحله شبابك واستمتاعك في الحياه الحقيقي. لكن بقى انت في العشرينات تبدا تذاكر وتقع وتقوم وتجرب ومش عارف انا حلمي ايه وما اعرفش ايه. اهلا بك في الثلاثينات. البنت بقى العكس، قوتها الحقيقيه بتبدا في العشرينات، لان في الثلاثينات الراجل ممكن يجيب اجمل النساء، لكن البنت في العشرينات هتجيب اجمل الرجال واغنى الرجال، لان هي في فتره قوتها الحقيقيه. في العشرينات الخصوبه عندها بتبقى احسن، انوثتها بتبقى كويسه، في كل حاجه في العشرينات البنت عندها بتبقى في احلى حياتها، احسن
حالاتها. فهي لو حلوه شويه بكل سهوله ممكن تجيب واحد غني وتتجوزه، لان البنت اصلا قيمه بحد ذاتها. لكن الراجل محتاج يبني قيمته بنفسه عشان البنت تبص له. لكن انت ممكن تبص لواحده في العشرينات عشان هي بس حلوه حتى لو كانت شغاله في اي حته. فالمشكله ايه بقى؟ ان البنت كل ما تقرب للثلاثينات خصوبتها بتقل، وغالبا كمان جمالها بيقل مع الوقت. فلما توصل للثلاثينات للاسف هي بتبقى راحت عليها شويه، مش زيك انت لسه في الثلاثينات بتبدا وبتقول يا هادي. الست في الثلاثينات يعني ممكن تقول انها بتهدي لعب شويه وقيمتها في السوق بتقل شويه. طبعا في بنات بيفضلوا حلوين على طول مهما كبروا، دول موجودين، بس بقول على طبيعي والشائع. هي قوتها الحقيقيه واستمتاعها في العشرينات، انت قوتك الحقيقيه واستمتاعك في الثلاثينات. سيبك بقى من الناس اللي بيقولوا في الثلاثينات كده انت بقيت عجوز. الراجل ممكن يكون مع بنت اقل منه لو هي جميله او عجباه، البنت بقى لا، البنت مستحيل تكون مع راجل اللي اقل منها ابدا، ولو هو اقل منها في حاجه لو عوض في حاجات تانية هتاخده، غير كده لا، لان دي طبيعتهم، ربنا خلقهم كده انهم يجيبوا الراجل اللي اعلى منهم عشان الحمايه وكده. البنت للراجل زي الاكل والشرب، البنت ممكن مش قوي، البنت للراجل غايه بحد ذاتها، الراجل للبنت وسيله لتحقيق غايه. يعني ممكن تكون مثلا هي عايزه الراجل ده عشان فلوسه، يريحها ماديا، يريحها نفسيا، تحس بالامان معاه، عايزه حمايه، عايزه حد معاها، عايزه حد يقول لها كلام حلو، فهو وسيله. طول ما انت حسسها بالشعور دوت هتفضل معاك، الشعور ده اختفى مع السلامه. انما الراجل لا، انت اصلا بالنسبه له غايه، البنت غايه بحد ذاتها. الراجل عايزك وبيطلبك زي ما بيطلب الفلوس، او ممكن كمان بيطلبك اكتر من الفلوس. فهو الراجل طول ما انت معاه هو مبسوط، طول ما انت معاه بتحترميه ومهتميه بنفسك وبتديله مقامه وبتديله قدره، فهو هيبقى مبسوط. نيجي بقى لموضوع الشهوه او الاحتياج. البنت عشان يتولد عندها احتياج لازم يكون راجل لمسها او عمل معاها علاقه من 3 ل 4 مرات عشان العقل يستوعب ويبدا يودي دم للمنطقه دي، فساعتها هيتولد عندها رغبه. وده مخلي طبعا حياه البنات اسهل مننا مليون مره في الحته دي بالذات. حته الشهوه دي بالذات البنت اقوى منك بكتير بصراحه. وكمان البنت مش بعينيها، البنت بودنها وبتحب الحاجات المعنويه اكتر في الراجل، هي حاسه معاه بايه، فده برضه بيسهل عليها الموضوع. اصل الراجل لازم يبذل مجهود عشان يحرك مشاعره، لكن الراجل لا، الراجل اولا بعينيه، ثانيا الراجل مش محتاج اصلا ان يكون نام مع واحده قبل كده عشان شهوته تقوم، عشان يبقى عنده احتياج. هو اصلا اول ما يبلغ الدماغ بيبعت له 20 كيلو دم في المنطقه دي، ولا تزعل نفسك، عقلك هيظبطك. وهو الراجل دايما عنده احتياج، مش دايما مستثار، لكن احتياج عنده ضروري زي الاكل والشرب بالظبط. ولو الاحتياج ده ما اتلباس هيتعذب نفسيا وجسديا، حاجه كده مش هتفهميها غير لما تبقي راجل. احمد ربنا ان انت مش راجل عشان ربنا نجدك من موضوع الشهوه ده بالذات. فالست لما تكون فيرجن غالبا مش بتفكر في الحاجات دي كتير. دليل ده على ايه؟ ان في راجل قبل كده سال احد الصحابه لو اتذكر هي الست تقدر تستحمل تقعد من غير جوزها او من غير راجل قد ايه؟ فرد عليه قال له من 4 ل 5 شهور على ما اتذكر. طب انت ممكن تستغرب وتقول لي طب ما في بنات بتقعد لحد ال 30 وبتستحمل عادي. اقول لك الست قله لمس اللي حصل معاها علاقه من 3 ل 4 مرات فتولد عندها احتياج. تعرف ان البنت بتاع قبل الراجل، يعني من الاخر كده لو انت جبت ولد عنده 16 سنه وبنت عندها 16 سنه اعرف ان البنت ديت اعلى من الراجل بكتير وعارفه مصلحتها اكتر منه بكتير. فالموضوع بيبدا كده، البنت طول ما هي صغيره قيمتها بتبقى اعلى من الراجل، كل ما الراجل يكبر كل ما بيبقى احسن منها لو هو اشتغل على نفسه. فالبنات بتبلغ عقليا اسرع من الراجل، بس بعد كده الراجل بيكتسب حكمه وذكاء وبيقدر يتعامل معاها. تعرف بقى ان يا عزيز الرجل الوسيم ذو السكس باكس ذو البنجات العريضه والقوام الممشوق ان البنت اللي مش جميله فرصها في علاقات اعلى منك بكتير ومفيش مقارنه اصلا. يعني البنت اللي مش جميله فرصها اكبر بكتير من الراجل الوسيم وعنده جولاين ووسيم. فاهم انت الموضوع دوت؟ فرصها اكبر منك بكتير لانها في الاول وفي الاخر بنت منافسه مع بنت في علاقات هتجيبك الارض. انا هنا قلت البنت اللي مش جميله، ما قلتش البنت اللي جمالها عادي، ما قلتش البنت الجميله اصلا، بقول البنت اللي مش جميله. لان لو انت مش عارف او انت عارف وهي بتستعبط يعني ان البنت اللي مش جميله ديت في الاول وفي الاخر هي عندها حاجه كل لما اقولها البنات بتتقفل مني، جسمها. لان البنت لو وشها شكله مش حلو فهي في الاول وفي الاخر عندها حاجه غاليه قوي، عندها حاجه اغلى من الفلوس ربنا مديها لها وخليها بيها وهي جسمها. فهي ممكن عادي تتجوز راجل وسيم وهي شكلها مش حلو لان هي عندها حاجه تقدمها. سلام بقى لو شخصيتها حلوه. فعشان كده لما تلاقي راجل شكله حلو ماشي مع واحده مش حلوه البنات ما بيبقاش فاهمين الموضوع دوت. بس احنا في مجتمع الرجاله في حاجه اسمها انا شايف واحده حلوه، في حاجه اسمها انا شايف واحده جذابه. يعني ممكن اشوف واحده حلوه مش منجذب ليها نهائي، يعني ممكن افضل ابص عليها كده واقول الله ايه الجمال بس كده، بس مش منجذب ليها، مش عايز، مفيش حاجه بتتحرك جوايا. لما
تلاقي راجل ماشي مع واحده كده هو منجذب ليها وبيموت فيها وبيعشقها كمان. الموضوع ده يمشي مع الرجاله بس. لما تلاقي راجل شكله مش كويس ماشي مع واحده حلوه يبقى ده شخصيته لكن الرجاله مش كده، هو منجذب ليها وبيعشقها وبيموت فيها. الكادي بقى، الكادي كده البنت ممكن تشوف الراجل زي اخوها، الراجل مستحيل، بالذات لو البنت ديت حلوه وجسمها كويس وكل حاجه فيها كويسه، مستحيل يشوفك زي اخوكي. دي صدمه بالنسبه لك انا عارف، بس تقبلي الواقع. لكن انت ممكن تشوف الراجل زي اخوكي عادي، لان ممكن تكوني شخصيته مش عاجباكي، شكله مش عاجبك. الموضوع سهل قوي بالنسبه لكم، ليه انتوا مش بعينيكم، انتوا عايزين حاجه نفسيه كده، عايزين تشوفوا راجل فبتحطيه في الفريند زون. لكن الراجل صعب انه يعمل كده، لان الراجل بعينيه طول ما انت حلوه الراجل هيفضل عايزك. صدقيني البنت لما تشتكي عايزه تعاطف مش عايزه حلول، الراجل لما يشتكي عايز حلول مش عايز تعاطف. يعني الراجل لما يجي يشتكي لصاحبه ايا يكن هو فعلا عايز يقدم له حل، مش عايز حد يقول لي معلش يا حبيبي وما تستعجل لا، هو عايز حل. لكن البنت لما تيجي تشتكي لجوزها والراجل اللي معاها هي مش عايزاك تديها حلول، عايزاك تديها تعاطف. لا تقول لها معلش حقك عليا انت تعبانه والله انت فعلا شايله كتير، هي كده تجيب الدنيا وما فيها، ما تديهاش حلول. البنت غالبا لما تقول حاجه فهي عايزاك تعمل حاجه تانية خالص، لكن الراجل لا، الراجل لما يقول انا عايز حاجه فهو فعلا عايز الحاجه دي. البنت مثلا لما تقول لك انا زعلانه او زعلانه منك هي قصدها ان انت تعالى قول لي كلمتين حلوين واحس منك بتعاطف ناحيتي. يعني البنت لما تقول لك انا زعلانه هي ممكن على فكره ما تكونش زعلانه، هي بس عايزاك تيجي تقول لها كلمتين حلوين والجر ناعم معاها. او مثلا هي قالت لك هات لي ايس كريم، هي غالبا عايزاك تاكل ايس كريم معاها عشان تحس انها محبوبه، او بتاكل ايس كريم دوت مع راجل هي حباه، فهي قصدها كده. او لما تقول لك مثلا حبيبي اشتري لي عربيه ب1 مليون جنيه دي، فهي قصدها حبيبي اشتري لي عربيه ب1 مليون جنيه دي. فالبنات بيتكلموا بالصفره غالبا، البنات بتحب ان الراجل يكلمهم بطريقه غير مباشره. يعني لما تقول لها بحبك عشان انت سمره مثلا، قول لها بحب البنات السمر. بنت لو راجل بعت لها صورته وهو عريان حتى لو هو عنده عضلات وكل حاجه هتقرف منه، لكن البنت حتى لو جسمها عادي وبعت صورتها للراجل، الراجل دوت هيستثار، لان الراجل بعينيه والبنت زي ما قلنا محتاجه تعاطف وبدنها والحاجات دي، فهتقرف منك. فبطل الهبل اللي انت بتعمله ده. الرجل للفتنه اقرب، المراه للفتنه اشد. يعني الراجل بيتفتن بسهوله. يعني مثلا عندي زمايلي في الجامعه كل ما يشوفوا واحده بيفضلوا يعملوا كده لحد ما شافت الهوا وانا هتخنق وانا واقف. يا عم اصلا حرام عليك، البت فلات، البت ما فيهاش حاجه، البت لوح خشب ماشيه، لا هي عجباه. لكن المراه للفتنه اشد. يعني البنت عشان تتفتن محتاجه شغل شويه، بس لما تتفتن بتتفتن بجد، لان البنت بتفكر بقلبها، الراجل بيفكر بعقله، فالبنت بتدلق شويه. تخيل كده معايا الموقف ده، انت طلعت ميكروباص قعدت لقيت الميكروباص كله بنات، غالبا انت هنا يا اما لو انت مش متعود هتحس بشعور عادي مش هتحس بحاجه، او هتحس بنشوه كده او فرحه ان حواليك بنات كتير. لكن البنت العكس، البنت لو طلعت ولقت في رجاله كتير كده حواليها هتحس بتوتر وخوف وقلق، ممكن تنزل اصلا. لان حتى ما سالوا البنات هل تقبلي انك تروحي كوكب كله رجاله، كلهم قالوا لا. قالوا لها ليه؟ قالوا لها عشان الموضوع مخيف. ولما سالوا الرجاله عايزين تقعدوا في كوكب كله بنات، كلهم قالوا اه. Would you live on a planet with only men? No. 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 Probably not. Definitely not. Would you live on a planet with only women? Bro, what kind of question is this? Definitely, 100%. Yes, 100%, yeah. Would you live on a planet with all women? Yeah. Yeah. Yeah? والموضوع منطقي، انت كأنك بتقول لخروف ايه رايك تروح لكوكب كله ذئاب، وبتقول للذئب ايه رايك تروح لكوكب كله خرفان. الموضوع وصل. او اسد في وسط غزلان، لكن لو غزاله في وسط اسود اكيد هتخاف. وبس كده يا رب اكون جمعت كل الفروقات ما بينكم انتوا الاثنين ودعمني ماديا. لو تقدر تستعمل لايك وسبسكرايب.